وبركاته. أنا رائد القباحي أتكلم عن قضية غالب القاضي حكموا على بالإعدام، وليس السبب بسبب البنت الذي نزل الحديدة أو أي سبب من اللي يحولوا له هيكولة أو يستغل البيوت الفقراء، ولكن قيل أنه السبب هو أنه تزوج امرأة متزوجة، والمرأة هذه يعني ماتت انتحرها أو أهلها قتلوها، فربط القاضي هذا معها، يعني القاضي بالمحكمة هذا مع هذا، وحكم على غالب القاضي بالإعدام. حكم على غالب القاضي بالإعدام، وغالب القاضي مش موجود وما معه محامي وذا. غالب القاضي قال ليس أنا أعرف أنها متزوجة، تزوجتها وليس أدري أنها متزوجة أو لا. فإذا كان غالب القاضي لا يدري أنها متزوجة فلا يجوز الإعدام رميا بالحجارة. أما إذا كان داري فهذا شرع الله، ولا نقول شيئا غير شرع الله، أعدموه لو كان عارف بكل شيء. أما هو قال إنه مش داري فيثبت أوراقه، ونرجو منك يا غالب القاضي أن تثبت وتأتي إلى المحكمة وأثبت أوراقك وأثبت ونعرف كلامك صح أو غلط. فإذا كان كلامك صح فأنت تعرف الشعب اليمني سيتضامن معك كما أنه تضامن مع البنت اللي نزل الحديدة واللي صار هذه المشكلة واللي أنت عليه. فنرجو منك أن تقرب إلى المحكمة، هذا صالحك وليس صالحنا نحن، ولكن لو أجى المحكمة وأثبت أنك بريء، أنك ما أنتش عارف إنه متزوجة وحكموا عليك بالإعدام، تعرف الشعب اليمني كل إحنا بنقوم مع الحق ومع الصدق. وشكرا.